شيلة من كلمات نزيل السجن المركزي الشاعر رمزي عبد الله عبد الحفيظ النزيلي. والشيلة تحكي وتعبر عن أصل القضية بعنوان باعوا خبير البحث وعنه تخلون. أداء الشاعر أبو هيثم الحكمي. للتواصل 717175051. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا. أمرك إلهي صار في الكاف والنون من بعد أمر الله باب المقالي. رمزي كتب أصل القضية لتدرون من بعد ما خانوا بالقهر جالي. مبهور على شيخ البلد قهر مخزون الشيخ أبو هيثم تصوب قبالي. لك حمد ردد والدي لي على الكون هي معجزة والله من دون جدالي. يا شيخ أبو رمزي وأيهم يقولون أنت الرزق طول السنين لا يزالي. كافح أبي في البحث أعوام 30 والله أبي في الأمن ناظم نضالي. أشرح لهم أصل القضية ليدرون يا هاجس قد حان رخصة مجالي. باعوا خبير البحث وعنه تخلون تفجير منهم كان فيه احتيالي. تفجير صار منهم وفيهم وتادون لأجل السياسة فعل شر الفعالي. في دولة الفوضى قيد البعض خانون وبي لخدمتهم وقد سر قبالي. حين عاود الوالد إلى الدار مغبون ايش صار يابا قال راد اعتقالي. كيف اعتقالك كيف وقد صرت للعون رادوا في التقرير اغير مقالي. في حينها قد جوهم مستعدون بانواع سلاح اربج مع الدلوالي. شلت عصابة جو علينا بيرمون صابوا لنا الاثنين جليل من اوالي. هم صوبوا الولد وبالحال راحون بعد الجريمة غادروا من قبالي. دعيت انا يحيى وهيثم يشوفون قد والدي ملقى طريح الرمالي. من بعد ما اصطب والدي صرت مجنون موقف صعب قد فاق حتى الخيالي. اسعفنا المكاوي بعد ما صار شادون افراد هذا الاعتداء في الرحالي. شفت الحشود بعد